بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بالنسبه لي مصطفى الصديقي، رئيس مدرسه نجم اساكا لكره القدم، اللي تاسس هذه محاوله 4 شهور او 5 شهور. الهدف ديال هذه الجمعيه هو تاطير مجموعه من الشباب اللي كتنتمي للفئات الهشه والعائلات الهشه هنا في اساكا بوزو وحي الفتح. تأسست هذه المدرسة على أساس أننا نقوي قدرات التربوية والرياضية بالنسبة لهذه الفئة هذه، ولكن بالنسبة لنا عدة إكراهات، من بينها أولا الملعب اللي كنعانيو منه هاد الشباب هادو. بالنسبة للمعاناة ديال هذا الملعب هذا، باش نلقاو هاد الملاعب اللي هضرات عليها الحكومة وعلى أساس أنها دير الهيكلة ديال المدن ودير ملاعب ديال القرب، بالنسبة لنا حنا ما استفدناش من هاد الملاعب أساسا. الملاعب هانتوما كتشوفوا الملعب كيف داير. الحمد لله بعد المتدخلين اللي استطاعوا انهم يعطونا نبلو باش نقادوه، لحد الان مازال كنعانيو في البارات اللي ما لقيناش اللي يعطيوهم لنا. علاش؟ لاننا كاينه هناك حزازات، ما عرفناش الاسباب اللي خلاتنا علاش حنا ما نستافدوش من هاد البارات هادو. بالنسبه لنا حنا المدرسه كتضم حوالي 80 90 حتى ل 100 طفل، كما قلت في الاول كلهم من الفئات الهشه. الا ما شديناش حنا هاد الوليدات حنا وربيناهم واطرناهم، فين غادي يمشيو هاد الوليدات هادو؟ يعني كتعرف بان مدينه خنيفره كتعاني اقتصاديا، ما بغيناش تعاني حتى تربويا او رياضيا. بالنسبه لنا حنا الا شدينا هاد الوليدات هادو واستطعنا من خلالهم، كاينين المواهب هنا اللي تقدر تكون الكلمه ديالها ان شاء الله في المستقبل، ولكن خصنا مساعدات حتى حنايا. بالنسبه لنا الوليدات جاتنا مساعدات ما توصلناش حتى بشي مساعدات هنا. طرقنا مجموعه من الابواب ما توصلناش حتى بشي مساعدات بالنسبه لنا هنا، لا من مجلس بلدي ولا حتى شي واحد. بالنسبه للمساعدات كنا كنعانيو من الاقمصه اللي شديناها جاتنا من عند واحد الاخ كنجازيوه بالشكر من المانيا، مدرسه في المانيا اللي عطاتنا بعض المساعدات. وواحد الاستاذ نجماوي الله يجازيه بخير، كل الدراري كيشكروا حتى هو ساعدنا بواحد جوج ديال الاقمصه كنلعبوا بهم. الحمد لله. بالنسبه للاقمصه ما كنعانيوش منها، ولكن مازال خاصنا الكيطمات، مازال خاصنا الصباب. الا جيتي تشوف هاد الشباب هادو كلهم الوالدين ديالهم حاله ضعيفه، باش نطلب انا من الدري يجيب شي حاجه باش يشري صباط ولا راه الله يحسن العوان راه ما عندهمش. وكنتمناو من السلطات المعنيه والجهات المختصه في الرياضه والشبيبه والرياضه على انها دير وتهيكل هذه المدارس الرياضيه. ومن الاهداف ديالنا حنا المستقبليه ان شاء الله اننا غادي نشاركوا في الدوري ديال ابطال الحي اللي كتنظموا الشبيبه والرياضه، ونتمناو اننا نقدموا الصوره الحقيقيه لمدرسه نجم اساكا، ونتمناو من جميع المدارس اللي كتمارس في هذا النطاق هذا على انها تكون حتى هي تعطي الصوره الحقيقيه للرياضه في مدينه خنيفره. وشكرا. دير شويه التربايه تماك في الحفاره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محسن، كنسكن في حي بوازو، وانا كلاعب كنمثل في مدرسه نجم اساكا. جينا هنا باش نقيو التيران باش نلعبوا كره مع الاصدقاء ديالنا، وحنا كاملين كاصدقاء ديالنا وكفريق فريق نجم اساكا. كنتمناو من الناس المسؤولين انهم يعاونونا بكل ما هو مادي ومعنوي باش اننا نتمكنوا ونكملوا، لاننا حنا من اسر فقيره، ماشي زعما شي اسر كبيره. وكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يعاونونا بكل ما هو، انهم يعطيونا بارات حتى حنا، ويعطيونا ليتوني، ويعاونونا باي حاجه يعاونونا بها باش حنا نتمكنوا نلعبوا كره مزيان. وانا كنقدم الشكر ديالي الكبير للاستاذ ديالي لانه كيعاوننا وكيعاني معنا معاناه كبيره، ويحاول انه يخرجنا من الزنقه باش ما نتعلموش شي حوايج خايبين، لاننا حنا كنشوفوا شي دراري معلمين شي حوايج خايبين وما بغيناش حنا نكونوا بحالهم. هو حاول انه يجمعنا ويديرنا في مدرسه، وكنقدموا ليه كاملين كاننا كلاعب مدرسه نجم اساكا شكر كبير. وكنقدم الشكر لدوك الناس اللي عاونونا، وكنقدم الشكر حتى لدوك الناس اللي غادي يعاونونا ان شاء الله.